السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل ايه؟ يعني حالة كده جميلة جدا جدا، يعني هتعجب الصغار والكبار. طعمها حلو وسهلة وبسيطة، ومقاديرها يعني مش مكلفة، مقادير موجودة في كل بيت. هنعملها بكل سهولة، وكمان تغيير يعني عن المعتاد. يعني هجيب بولة، هنزل كده بكوباية من الحليب، والحليب يكون دافي. كوباية من المعيار دون، وكمان هنزل بمعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة خميرة فورية، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه بالشكل دون. والحليب يا جماعة لازم يكون دافي شوية كده، ما يكونش سقعان علشان الخميرة تتفاعل. هنغطيها ونسيبها على جنب كده. هجيب طبق وهنزل كده بحوالي 3 كوبايات من الدقيق، والدقيق دوت انا نخلاه. كمان هنزل بذرة ملح، وهحتاج نص كوباية من الزيت، وكمان نص كوباية من السمنة. لو ما عندكيش سمنة ممكن يعني تعمليها كلها بكوباية كبيرة من الزيت. وهنقلب الدقيق مع الزيت والسمنة بالشكل دون، لغاية ما الدقيق كله يختلط بالسمنة والزيت بالشكل ده. هنبسها كده مع بعضها كده، الدقيق مع السمنة والزيت، لغاية ما كل حبات الدقيق دي تختلط كده بالسمنة والزيت، وتبقى معاكي مندية كده، تحسي ان هي مبلولة شوية كده. شايفين بالشكل ده؟ تحسيها مندية معاكي. انت هتحسي بايديك كده ان كل العجينة، كل الدقيق بقى مندي معاكي بالشكل ده. خلاص خلصنا من المرحلة دي. هنزل كده بالخميرة، هي كوباية الحليب اللي حطيت عليها معلقة الخميرة ومعلقة السكر. هنزل كده ب3/4 الاول، ونشوف العجينة بالدقيق بتاعنا عامل ازاي. انا الدقيق اللي معايا اخد كوباية الحليب كلها، وهبدأ بقى ألم العجينة بالشكل دون. احنا مش هنعجن، احنا بنلم بس العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. سهلة جدا وبسيطة، والعجينة هتتلم معاكي بكل سهولة، ان هي عجينة طرية كده ولينة. خلاص عجناها، هنغطيها كده ونسيبها حوالي ساعة في المطبخ على جنب. هنعمل بقى الحشوة بتاعتنا. كوباية دقيق سميط، دقيق سميط اللي هو بتاع البسبوسة، وكوباية من السكر، وكمان هحتاج 3 معالق كبار من القرفة، وهحتاج كمان معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. وهقلب الكلام ده كله كده مع بعضه بالشكل ده. هنجيب كده كوباية من المية، وانزل كده بقطرات من المية، وهقلبها بس بحيث ان انا عايزة الخليط اللي معايا ده يبقى مندي زي الرملة كده. هننزل كده بقطرات صغيرة ونقلب، ونرجع نحط كمان، لغاية ما تحسي ان هي بقت زي الرملة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. مش هتاخد منك حوالي يعني اقل من ربع كوباية مية. هنسيبها على جنب، ونبدأ نعمل الشربات. كوباية من السكر مع كوباية من المية، وهنرفعهم على النار.
اول ما تغلي معايا هنزل كده بايه، بعصرة من الليمونة كده. ده الشربات اللي هنحلي بيه ايه الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة. وطبعا كل ما تغلي وتطلع الريم بتاعها ده بنشيله بالمعلقة. خلاص خلصنا من الشربات، عملناه لان هو ده اللي هيحلي معانا ايه الحاجة الحلوة بتاعتنا النهاردة. العجينة بعد ما سبتها ساعة في المطبخ هقسمها نصين. هاخد كده نص معايا واسيب النص التاني في الطبق بالشكل دون. هجيب صينية اللي انا هعمل فيها الحاجة الحلوة بتاعتي، وهجيب كيس تلاجة هفتحه وهفرده في الصينية بالشكل ده، وابدأ بقى اجيب ايه نص العجينة وافردها علشان انا عايزة اخد مقاس الصينية، لان ده يبقى ايه الوش بتاعنا. زي ما انت شايفة كده، لو بتعملي حاجة هتعمليها طبقتين فوق بعض، لازم تعملي كده، تجيبي كيس تلاجة وتفتحيه وتفردي كده ايه نص العجينة علشان تاخدي ايه مقاس الصينية بالظبط. تتفرد معاكي بكل سهولة لان العجينة مرتاحة وكمان طرية خالص، ويعني ولينة، بتتفرد بكل سهولة، تاخدش منك ثواني يعني في الفرد. هنشيلها ونسيبها كده على جنب. وهجيب نص العجينة التاني علشان افردها في الصينية بتاعتي. شايفين ما شاء الله عجينة بتتفرد بكل سهولة. وانت بتفرديها يعني خليها كده طالعة شوية على الحروف بتاعة الصينية علشان ايه الحشوة ما تطلعش ايه من العجينة. وانت بتفردي كده بايديكي طلعيها شوية كده على الحروف، ما بتاخدش ثواني وبتتفرد بكل سهولة. هنجيب الحشوة بتاعتنا وهبدأ بقى ايه انزلها بالشكل دون وافردها على العجينة. وصفة سهلة جدا وبسيطة ومتاخدش منك وقت خالص، وكمان تغيير في الطعم وكل حاجة حلوة قوي هتعجبكم. هنفرد كده الحشوة. فردنا الحشوة كده بالشكل دون. هبدأ بقى اجيب الجزء التاني من العجينة اللي انا فردتها اول حاجة، وابدأ بقى ايه اغطيها من فوق بالشكل دون. طبعا انا اخده المقاس بالظبط فهتتفرد معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. هتغطيها، بس هتغطي الحشوة بتاعتنا. عجينة طرية خالص ويعني سهلة الفرد، جميلة جدا يعني بصراحة. وصفة سهلة ومش مكلفة وتغيير يعني عن الوصفات التانية. خلاص فردنا العجينة. هنبدأ بقى نقطعها. هتقطعيها بأي شكل انت عايزة تقطعها مربعات مثلثات، عايزة تقطعها زي ما انا بقطعها كده، على حسب ما انت عايزة. زي ما انتوا شايفين قطعتها. هحتاج كمان 3 معالق كبار من الحليب، وهبدأ ادهن الوش كده بالشكل دون. هندهنه بالحليب. وكمان هرش كده على الوش سمسم. لو عايزة تحطي حبة البركة براحتك، يعني لو عايزة تحطي سمسم بس حطي، انا هحط سمسم بس. هنفرد كده السمسم اللي معانا في كل حتة، هنوزعه في كل حتة كده بالشكل دوت.
خلاص الصينية بتاعتي جاهزة. طبعا انا مشغلة الفرن يسخن، هحطها في الفرن على الفرن من تحت لغاية ما لونها كده يبقى ذهبي. هبدأ اطلعها فوق على الشواية تاخد الوش بتاعنا كده الجميل ده. وبعدين هبدأ بقى وهي سخنة كده اسقيها بالشربات. الله على الريحة يا جماعة، ريحتها جميلة جدا جدا صراحة، يعني طالعة من الفرن ريحتها حلوة قوي قوي يعني. طبعا هنسقيها بالشربات كله اللي انا عملته، هي كوباية سكر وكوباية مية. هتحط الشربات كله، مش هتبقى مسكرة ولا حاجة، هتبقى حلوة قوي ومظبوطة. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي، ريحتها حلوة وطعمها جميل جدا. كمان عجينة طرية خالص والطعم حلو. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي، حلوة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.